الجاليه المغربيه النشطه في بلجيكا، ومنهم الاغلبيه ديالهم اخواننا في الريف اللي عندهم تواجد في الاحزاب، تواجد في البرلمان، تواجد في جميع البلديات، لان هنا البلديه مهمه. البلديه لا كومين ان كومين هنا في بلجيكا دايره بحال دوله، عندها ميزانيه، عندها تسيير ذاتي، عندها مشاريع تشارك فيها. ولذلك هنا المغاربه موجودين بكثره، وانا نحييهم ونحيي الجيل الجديد، هذا الجيل الرابع ولا الخامس اللي تولد في اوروبا وعنده ارتباطات كبيره ببلده. تحيه لهم وتحيه لكم كاملين، ونصر قادم ان شاء الله. شكرا اخي عبد الله، تحياتي لك. غنمشي مباشره عند اخي محمد ياسين. اخي محمد ياسين، هل تعتقد بان الاعتراف البلجيكي يعني يكتسي هذه الأهمية؟ واش كتظن بأن بلجيكا قادرة على التأثير على مراكز صنع القرار في الاتحاد الأوروبي؟ الإخوان من فضلكم التكبيس، الاشتراك في القلب الأحمر وتحقيق الهدف. تفضل أخي محمد ياسين. تحياتي الإخوة كاملين، تحية سيدي عبد الله بروكسل أخي وجدنا الكبير والدكتور اليوسي وخويا الناظوري. بالرغم من أن أخ الناظوري راه طلع قبل مني، ولكن ماشي مشكل إلا عطيتني كلمة. شوف، حنا كنعيشوا في واحد العالم ما بقاش داك الدور ديال واش الدوله صغيره ولا الدوله كبيره. الان ولا واحد المفهوم جديد ديال الدول، هي الدبلوماسيه النشطه، بشحال كتدخل الفلوس، التاريخ الى غير ذلك. والمملكه البلجيكيه راه معروفه تاريخ، بالاضافه الى واحد الاقتصاد اللي هو نشيط، بالاضافه الى انها تعتبر العقده او الرون بوين ديال اوروبا، بحكم بان تما التواجد ديال جميع المؤسسات ديال الاتحاد الاوروبي، بين البرلمان الاوروبي وكذلك حتى مجموعه الهيئات التحتيه اللي كتصيغ القوانين الى غير ذلك. لا اولا بلجيكا هي دوله نواه ديال الاتحاد الاوروبي، راه باقيين عاقلين. كانت اللوكسمبورغ وكانت هولندا وكانت بلجيكا، ولا ما يسمى بالبينيلوكس. هذه الاولى، معناه هما البادره الاولى ديال الاتحاد الاوروبي. وكاين كذلك ما نساوش، راه كاين 7 حتى 8% من المغاربه يعني بلجيكيين من الاصل المغربي كيعيشوا في بلجيكا. وهي بالمناسبه جاليه نشيطه بدات كتسيطر على مجموعه المفاتيح الاقتصاد داخل الاقتصاد البلجيكي، مثلا بحال الخضار، كاين التجاره، لي كونتينر، مسيطر عليهم المغاربه كثير. معناها وهي واحد الجاليه اللي هي نشيطه حتى على المستوى الثقافي، عندها واحد التاثير كبير. وبالاضافه الى من هذا كله، معناه كتعتبر واحد الخزان انتخابي مهم بالنسبه للاحزاب. وبالتالي كنا كنشوفوا دائما ان من داخل البرلمان الفيدرالي البلجيكي كان دائما واحد النوع ديال التحفظ عن مجموعه المواقف اللي يمكن انها يعني تسمم العلاقه ما بين المغرب وما بين بلجيكا. لهذا الاعتبار ديال التواجد ديال المغاربه بطبيعه الحال اللي انخرطوا في احزاب. وكنشوف انا التجربه البلجيكيه على مستوى التواجد ديال الجاليه هي يعني نقدر نقول لك انا ايديال، يعني التجربه يؤخذ بها. ولكن بالرغم من هذا الشيء هذا كامل، كيبقى هذا كامل ماشي شي اسباب اللي هي المباشره. يعني هذه اسباب نقدر نقولوا مساعده، بحكم ان انسان بلجيكي واخا هو اصول مغربيه، ولكن كيمشي مع التوجه ديال الدوله والدوله العميقه اللي كيمشي بها. ولكن كاين الاسباب كثيره، بيناتها حنا كنعرفوا كاين واحد تاريخيا، بمعنى ذاك الجهه ديال فلامون كتمشي مع هولندا، كتاثر، عندها واحد التاثير هولندي حتى في التعليم في هذه الى غير ذلك. وكاين الجهه ديال الفرنكوفونيه حتى هي عاود عندها لا من ناحيه متاثره بالموقف الفرنسي. وبالرغم من ذلك كتبقى دائما بلجيكا واحد الدوله فعلا اللي عندها واحد الاستقلال ديال القرار الاستراتيجي ديالها. هذه مساله محسوم فيها. فبالتالي هو هذا الاعتراف ديال فرنسا واسبانيا والمانيا والبرتغال يعني ساعد السياسيين البلجيكيين باش انهم يمشيوا بعيد. وما تنساوش ان حتى مجموعه ديال المغاربه اللي كانوا من بلجيكا في احزاب بلجيكيه كانوا دائما داخل البرلمان الاوروبي انهم ينادون بالاعتراف بمغربيه الصحراء الى غير ذلك. كاين الموقف الامريكي كذلك، كاين كذلك حتى التوجه العالمي بصفه عامه. حنا كنشوفوا التكتلات الان، التكتلات ديال الشنغهاي، التكتلات يعني اللي بدات كيبانوا، او ما يسمى بالحدود الثقافيه حاليا. يعني اوروبا اصبحت ان ما عندهاش شي بديل اخر من غير المشروع الاطلسي اللي منخرط فيه المغرب، اللي خصها تنخرط فيه لا بلجيكا ولا فرنسا ولا الدول الاوروبيه كامله. هذه لان كاين دوافع ذاتيه يعني ديال الدوله نفسها.
كاين دوافع كذلك ديال في المحيط ديال الاتحاد الاوروبي، وكاين كذلك دوافع ديال الجاليه اللي كاينه، وكاين كذلك حتى التحولات الجيوسياسيه في العالم كامل اللي أخي محمد ياسين، شي عندنا. واش ما كتعتقدش بان هذه من نتائج ديال الاعتراف الفرنسي؟ وحنا خصوصا كنعرفوا بان فرنسا كانت دائما مؤثره في القرار يعني في بلجيكا، لدرجه ان البعض يعتبر بلجيكا واحد الحديقه خلفيه للنظام الفرنسي. واش كتعتقد بان هذا يعني توالي سقوط يعني احجار الدونما او ماذا يسمون، يعني نقدروا نشوفوا اعترافات اخرى غتجي في هذا، لان بلجيكا هي الحديقه الخلفيه لفرنسا. واش كتظن بان الاعتراف الفرنسي هو الذي دفع بلجيكا في هذا الاطار؟ نعم، هما بلجيكيين معروفين السياسيين ديالهم، وراه كيعرفهم حتى عبد الله، حتى هو دا منهم هذه الخصله، مغنانين بزاف، هما كيسميوهم المعز، يعني شويه مغنين البلجيكيين وناشطين. انا احتكيت بالسياسيين البلجيكيين يعني يعني خصوصا الفرانكوفونيين منهم، يعني ناس صعاب في السياسه، نقولها لك زعما صراحه، بمعنى ما تقولش بان راه الحديقه خلفيه الى غير ذلك. يمكن هذا الشيء هذا كان في واحد الوقت، نعم، اما بينتنا الازمه ديال 14 عام فراغ في الحكومه داخل بلجيكا، لدرجه ان مجموعه ديال المشاريع كبيره بحال لي زوتوروت مثلا او 42 كاين بزاف اللي ما تموش، اللي ما بناوهمش لان ما كاينش الرئيس اللي يسني. وبالرغم من ذلك ان بلجيكا حافظت القرار الاستراتيجي ديالو، القرار السياسي، وما دخلت لا فرنسا ما دخلت هولندا. هذا الشيء هذا كان نقدر نقول لك قبل التسعينيات، اما من التسعينيات دابا كان بلجيكا عندها القرار الاستراتيجي ديالو كتعرفش كتعمل. بلجيكا عندها مشكل كبير مع الجزائر. كاين كتسال مثلا اي طائره جزائريه تحط في اي مطار يعني في بلجيكا، يعني سيتم يعني عيديوها، يعني سيتم كما كنقولوا الاكراه البدني ولا عيديوها، يعني ما لان الخطوط الجويه الجزائريه كانت راه كتوصل حتى للمطارات الجزائريه وما كتخلصش لي فري اللي عليها. وتجمعت هذا الشيء هذا في 2019 كانت شي 300 مليون دولار، 300 مليون اورو ياك. فبالتالي كاين مجموعه ديال الشركات اخرى اللي صدرات كاع كذلك من الجزائر وما عطاولوش الفلوس، بمعنى ان العلاقات ما بين بلجيكا بالاضافه مع الجزائر يعني جد متوتره. يعني نقول لكم صراحه ما كاينش واحد العلاقات اللي هي طبيعيه سلسه، بالاضافه الى ان بلجيكا كتعاني من الجزائريين. تقريبا عندهم شي 9600 جزائري محبوس في الحبس، يعني كنهضروا على بلجيكا بحال قفز، وكاملين محكومين، وكاين اللي باغيين يردوهم، يعني يعانون من السرقه ديالهم الى غير ذلك. وهذا الشيء راه بقراو الصحف، والسي عبد الله بالدوله الاخوان اللي ساكنين بلجيكا يقدروا انهم كذلك يثبتوا هذا الشيء هذا. يعني كاين الجزائريين سرق بزاف، الجرائم كذلك، الجرائم القتل والجرائم يعني اللي كبيره، بالاضافه الى الهجره غير الشرعيه. الجزائريين ما كيمشيوش لمارشي الخضره بحال المغاربه مثلا، كيمشي مارشي الخضره وكيخدم ب 40 50 اورو في النهار، هما ما كيخدموش ولا والو، كيمشي كيقولوا حنا عندنا واحد هنا في اوروبا كيقول لك نضرب الجلده، بمعنى البزطام، ما كيفرقش لا امراه عندها 100 سنه ولا 90 سنه ولا 60 سنه، بمعنى يعني هذيك هي الخدمه ديالهم. وبلجيكا باغا تردهم، ولكن الحكومه او الدوائر الحكم في الجزائر ما باغاش تردهم، فهمتي، خصوصا وانهم يعني عملوا يعني جرائم، وبالتالي هما اصبحوا عبء على الحكومه البلجيكيه. ولا خصكم تعرفوا بان حتى الانسان البلجيكي هو الانسان جد متسامح، ولكن واحد الانسان اللي هو نقول لكم مغنان، وكذلك ما كيبغيش يخرق القانون. هذه لا شوف، راه الاتحاد الاوروبي كيجيو كل الدول كامله بحال راه كل دوله اوروبيه وعندها واحد القاعده ديالها. حنا كنخرجوا قانون مثلا على مستوى الاتحاد الاوروبي كامل، ولكن التكييف ديالو في اي دوله راه ماشي ساهل، كيتكيف على حسب لي تراديسيون وعلى حسب على حسب الشخصيات داك الدوله. الالماني راه ماشي بلجيكي، وبلجيكي ماشي هو اللوكسمبورغ، وفرنساوي ماشي هو الهولندي. هذه راه خص الخوت يعرفوها، بان راه ماشي كاملين واحد.